السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. من أبشع ما قدمه عدنان إبراهيم للأمة الإسلامية هي أكاذيبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يتورع أن يستدل بحديث مكذوب أو ضعيف ليدلل به على ما يقول، وفي نفس الوقت يترك الروايات الصحيحة المتواترة التي أجمعت الأمة على صحتها لأنها تخالف مذهبه وهواه. وقد قدمنا أمثلة على ذلك، واليوم مثال جديد. تعالوا نسمع أولا ماذا يقول ونرجع لحضراتكم تاني. أذكركم الآن بالشيء الذي ربما يسمعه بعضكم لأول مرة، وهو ما أخرجه الإمام الأزرقي في تاريخ مكة، والإمام الذهبي في سير النبلاء في القسم الخاص بالسيرة المحمدية. وهذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون ومن رواية عطاء بن أبي رباح أن النبي يوم فتح مكة دخل الكعبة ووجد فيها الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون الله، فأمر بإزالتها. ووجد فيها صنما لإبراهيم عليه السلام يستقسم بالأزلام، يعني يعمل عملا شركيا، فأمر بإزالته. ووجد فيه صورة تمثالا، يقول تمثالين لمريم وابنها في حجرها، فوضع يده عليهما وقال لهم: امحوا كل ما سوى هذان يبقيان، مريم وعيسى يبقيان في الكعبة. يروي الإمام الذهبي وهو من هو رحمة الله عليه عن عطاء بن أبي رباح أنه قال وسئل: هل أدركت تمثال مريم وابنها في الكعبة؟ قال: نعم، رأيته أنا بنفسي، وقد أمر النبي بإبقائهما. نعم، المسلمون أنفسهم يعجبون لسماع هذا النبأ. وعمرو بن ميمون قال: نعم، رأيت أنا هذا أيضا، وهذا شيخ الأئمة، هذا شيخ سفيان الثوري. عمرو بن ميمون قال: أنا رأيت هذا بنفسي قبل أن تتهدم الكعبة، جاء حريق وانهدمت في العهد الإسلامي. قال: كان فيها تمثال مريم وابنها عيسى عليهما السلام، أي صورتهما. تسامح غريب وعجيب جدا. لاحظوا أنه قال أن هذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون وعطاء بن أبي رباح، وهذا ثابت من رواية عمرو بن ميمون ومن رواية عطاء بن أبي رباح أن النبي يوم فتح مكة. فهل هذه الروايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم عدنان إبراهيم، أم أنه كان يكذب صراحة على مشاهديه؟ أمام حضراتكم كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للإمام أبي الوليد الأزرقي عليه رحمة الله. هو متوفى سنة 250 من الهجرة. دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، صفحة رقم 251. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي قال: حدثني داود بن عبد الرحمن قال: أخبرني بعض الحجبة عن مسافع عن شيبة بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا شيبة، أمح كل صورة فيه إلا ما تحت يدي. قال: فرفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه، حتى لا أطيل على حضراتكم في بحث الإسناد. هذه هي الرواية رقم 181. ننزل في الهامش: إسناده ضعيف، فيه من لم يسم. من هؤلاء الحجبة الذين أخبروا داود بن عبد الرحمن؟ لا نعرفهم. إذن فالرواية فيها رواة مجهولون لا نعرف من هم. ومعلوم في دين الإسلام أن رواية المجهول لا يحتج بها. تعالوا نفتح كتاب الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير عليه رحمة الله، طبع دار الكتب العلمية، صفحة رقم 92. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى كما في هذه الرواية، هؤلاء الحجبة لا نعرف حتى أسماءهم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. فكيف استحل عدنان إبراهيم أن يحتج برواية كهذه ويدعي أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك روايات أخرى
فيها نفس المعنى الذي ذكره عدنان إبراهيم. تعالوا على صفحة رقم 253. عن يزيد بن عياض بن جعدبة عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح وفيها صور الملائكة وغيرها، فرأى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله، جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام. ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها وقال امحوا ما فيها من الصور إلا صورة مريم. هذه رواية رقم 185. ننزل في الهامش: إسناده ضعيف جدا. يزيد بن عياض بن جعدبة كذبه مالك وغيره كما في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. أضف إلى ذلك أن الرواية يرويها الإمام محمد بن شهاب الزهري بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر سندها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبلاغات الزهري ومراسيله لا تساوي شيئا عند العلماء. تعالوا نفتح كتاب تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للإمام الحافظ ابن عبد الهادي عليه رحمة الله، الجزء الرابع، طبعة أضواء السلف، صفحة رقم 585. يقول: ومراسيل الزهري ضعيفة، وقد كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح. وروى الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليس بشيء. الإمام الزهري حينما يذكر سندا فحسبك به، أما إذا روى بلاغا أو إرسالا فمراسيله لا تساوي شيئا، كما في هذه الرواية. الرواية الثالثة رقم 187 تقول: وقال ابن شهاب قالت أسماء ابنة شقر، ربما الصحيح أنها ابنة شقران، إن امرأة من غسان حجت في حاج العرب، فلما رأت صورة مريم في الكعبة قالت بأبي وأمي إنك لغريبة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحو تلك الصور إلا ما كان من صورة عيسى ومريم. أظن والله أعلم أن السند إلى ابن شهاب الزهري هو سند الرواية رقم 185، فسيكون في هذا السند يزيد بن عياض بن جعدبة، وقد كذبه مالك كما قلنا منذ قليل. ثم إن الرواية من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري غير مقبولة عند العلماء كما بينا منذ قليل. ثم أقول أن أسماء هذه مجهولة لا تعرف، وعليه فالسند ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. آخر سند معنا لهذه الرواية في صفحة رقم 241 قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثني جدي قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: جلس رجال من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب ابن عبد العزة ومخرمة بن نوفل. وهذه الرواية رواية طويلة جدا. آخر الرواية في صفحة رقم 248 قال: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فأرسل الفضل بن عباس ابن عبد المطلب فجاء بماء من ماء زمزم، ثم أمر بثوب فبل بالماء، وأمر بطمس تلك الصور فطمست. قال: ووضع كفيه على صورة عيسى بن مريم وأمه وقال: امحوا جميع الصور إلا ما تحت يدي، ورفع يديه عن عيسى بن مريم وأمه ونظر إلى صورة إبراهيم فقال قاتلهم الله، جعلوه يستقسم بالأزلام، ما لإبراهيم وللأزلام. وهذه الرواية لا تصح، فإن أبا نجيح من التابعين ولم يدرك زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الرواية من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وأكثر العلماء على تضعيفه. تعالوا نفتح كتاب ديوان الضعفاء والمتروكين للإمام الذهبي عليه رحمة الله، صفحة رقم 385. مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال النسائي ضعف، ووثقه يحيى بن معين. وقال عنه ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب أنه كثير الأوهام. هذه هي الروايات التي يستدل بها عدنان إبراهيم، وادعى أن السند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أين الروايات التي في سندها عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح؟ سأخبركم بها بعد قليل إن شاء الله. لكن قبل ذلك أود أن أقول أن الرد على هذه الروايات موجود في نفس الكتاب، يعني في نفس الكتاب توجد أسانيد صحيحة ترد على هذه الروايات الساقطة. تعال على صفحة رقم 252. عن جابر بن عبد الله قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح أن يدخل البيت فيمحو ما فيه من صورة، ولم يدخله حتى محيا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الصور، زجر عن التماثيل، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتحت مكة
أن يدخل البيت، أن يدخل الكعبة فيمحو ما فيها من صور، ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت تلك الأصنام وتلك الصور. فكيف جاز لعدنان إبراهيم أن يستدل بالروايات الضعيفة ثم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل المتناقض الذي ينهى عن اتخاذ الصور والتماثيل، ثم هو في نفس الوقت يحافظ على صنمين لعيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام؟ وإذا كنا سنتكلم في الضعيف فالرواية رقم 184 رغم أنها ضعيفة ومن طريق المجرم عمرو بن عبيد القدري الذي كان يسب الصحابة رضي الله عنهم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى أمر عمر بن الخطاب أن يطمس على كل صورة فيها. هذه الرواية فيها نفس المعنى الذي في الرواية السابقة ولسنا في حاجة لها، ويكفينا الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أولا الروايات التي يحتج بها عدنان إبراهيم المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. ثانيا في نفس الكتاب الذي يستدل منه عدنان إبراهيم رواية صحيحة تكذب كل ما قاله عدنان إبراهيم. ثالثا كتب السنة النبوية الصحيحة ملآنة بالروايات الصحيحة التي تخالف هذه الروايات المتهالكة التي استدل بها عدنان إبراهيم. تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 389 حديث رقم 1601 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. اسمع يا عدنان، مش تقول لي دخل البيت ووجد فيه تمثالين لمريم وابنها وأمر بمحو كل الصور والتماثيل إلا ما يخص مريم وابنها. لا، الكلام ده كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أي رفض أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي الأصنام، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. وأيضا تعالوا على صفحة رقم 825 من صحيح البخاري قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. أيضا الرواية ليس فيها هذه الزيادة الضعيفة التي ذكرها عدنان إبراهيم. والرواية التي تليها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، كل الصور محيت بما فيها صورة مريم. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين صنعوا هذه التماثيل وهذه الصور، لأنهم كذبوا على الأنبياء إضافة إلى معصيتهم أنهم فعلوا هذه الصور ومثلوا هذه التماثيل. والله إن استقسما بالأزلام قط، يعني والله ما استقسما إبراهيم ولا إسماعيل بالأزلام قط. وحتى لا يقولن عدنان وأتباعه أن هذه الروايات من طريق عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، هنفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة الرسالة الجزء 22 صفحة رقم 499 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محيت كل الصور. والآن مع عاصفة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تنسف مصداقية عدنان إبراهيم تماما. أيضا من صحيح البخاري صفحة رقم 116 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى من يبني مسجدا على قبر ومن يصور هذه الصور ومن يصنع هذه التماثيل بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيأمر الصحابة أن يتركوا تمثالا لمريم وابنها عليهما السلام؟ ما هذا الكذب الأصلع على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا على صفحة رقم 797 من صحيح البخاري، أيضا عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة، فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه، فقلت: ما لنا يا رسول الله؟ قال: ما بال هذه، أي هذه الوسادة؟ قلت: وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؟ يبقى الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيترك تمثالا لمريم وابنها فلا تدخل الملائكة بيت الله الحرام الكعبة؟ يا الله، ليس عند عدنان إبراهيم أدنى مشكلة أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا متناقضا من أجل أن يكذب على مشاهديه ومحبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم. وقال أبو طلحة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. فما بالكم ببيت الله الحرام، كعبة الله المشرفة المطهرة، هل يترك فيها تمثال؟ هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيها تمثالا اعتمادا على هذه الروايات الساقطة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك صورة مريم وابنها وهو الذي أمر بطمس الصور؟ تعالوا نفتح صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 429 عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته. لا يجوز أن يترك تمثال إلا أن يطمس، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بقى النبي هيأمر بطمس التماثيل ثم يترك تمثالا بدون طمس؟ تعالوا على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، طبعة الرسالة الجزء الثالث صفحة رقم 402، قال: وأما محل الصور فمظنة الشرك، غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أليس القول بما قاله عدنان إبراهيم فيه إساءة بالغة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من الدين أن يكذب عدنان إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم مستخدما هذه الروايات الساقطة التالفة المتهالكة؟ الآن نأتي إلى رواية عطاء بن أبي رباح التي ذكرها عدنان إبراهيم. قال عن ابن جريج قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا أسمع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال: نعم، أدركت فيها تمثال مريم مزوقا وفي حجرها عيسى ابنها قاعدا مزوقا. ثم قال ابن جريج: فقلت لعطاء: متى هلك يعني هذا التمثال؟ قال: في الحريق في عصر ابن الزبير. قلت: أعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري، وإني لأظنه قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يظن أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الروايات الصحيحة تقول أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل الكعبة حتى محيت منها كل الصور كما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال له سليمان: أفرأيت تماثيل صور كانت في البيت؟ من طمسها؟ قال: لا أدري، غير أني أدركت من تلك الصور 2 درسهما وأراهما والطمس عليهما. يبقى حتى الصور التي رآها مطموسة ولم يجدها سليمة كما زعم عدنان إبراهيم. لماذا هذا الكذب؟ ألا يستحي من الله؟ يبقى عطاء لما أدرك هذه الصور أدركها مطموسة ولم يدركها سليمة كما زعم عدنان إبراهيم. أما الرواية عن عمرو بن دينار قال: أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسى بن مريم وأمه. هل قال أنه أدرك هذا التمثال سليما صحيحا غير مطموس؟ أليس هذان هما عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح
اللذان زعم عدنان إبراهيم أنهما يرويان بسند صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك تمثال مريم وابنها عليهما السلام، ما رأي عدنان إبراهيم أن عمرو بن دينار نفسه يرى حرمة التصوير، يرى حرمة تصوير وتمثيل أي شيء حي فيه روح على هيئة تماثيل أو على هيئة هذه الصور. عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول إنما يكره ما فيه الروح. قال عمرو بن دينار معنى الكراهية كراهية أن يصنع التمثال على ما فيه الروح، فأما الشجر وما ليس فيه روح فلا يكره. معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تمثل شيئا فيه روح وتصنع مثله على هيئة تمثال. وإن كان عدنان إبراهيم لا يقتنع بكل هذا فإننا نقول له اعطنا من وثق الأزرقي مؤلف الكتاب. هل تعرف عالما وثق الأزرقي مؤلف كتاب أخبار مكة؟ تعالوا نفتح كتاب مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للإمام العلامة المحدث عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني عليه رحمة الله، طبع الدار الراية صفحة رقم 56. قال لكن الأزرقي نفسه لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل. الأزرقي مؤلف كتاب أخبار مكة لم يوثقه واحد من أئمة الجرح والتعديل، ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم، بل قال الفاسي في ترجمته من العقد الثمين لم أر من ترجمه، فهو على قاعدة أئمة الحديث مجهول الحال. يعني غاية ما في هذا الكتاب أن يستأنس برواياته إذا لم تخالف الصحيح، إذا لم تخالف دين الله، إذا لم تخالف ما في كتاب الله والصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع كله على بعضه واقع. ألا فليتق الله عدنان إبراهيم فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا فليتق الله أتباع عدنان إبراهيم، فإن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذوا دينكم ممن يكذب عليكم، لا تأخذوا دينكم ممن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستدل بالروايات الضعيفة ويترك الروايات الصحيحة ويضرب بها عرض الحائط. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.